ازيكم عاملين ايه؟ دي اخر حلقة من ضمن الحلقات اللي اتحذفت من على القناة. ما تنساش تعمل لايك لذيذ كده للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. يلا بينا نشوف موضوع الحلقة عن ايه. الحلقة دي هتكلم عن الأعراض الجانبية لمضادات الاكتئاب وأدوية الاكتئاب وإزاي نتعامل معاها. أول حاجة الإمساك. نكتر طبعا لو عندنا إمساك نكتر من شرب المية والسوائل، ونكتر من أكل الخضروات والفواكه لأن دي بتفك الإمساك شوية. ودي في حالة الشعور بالنوم في النهار هتحاول قدر الإمكان إنك تاخد وقت قصير من النوم، يعني في النهار، يعني في نص النهار كده، وليكن فترة ما بين الظهر والعصر. وفي حالة الدوخة لو انت قاعد او نايم قوم ببطء كده شوية وحركتك تكون بحذر، وانك تسند على اي حاجة لو انت دايخ. تتحمل، يعني بحيث الحاجة انت تسند عليها تكون تتحمل وزنك. وفي حالة ان فمك في جفاف هتنظم كمية المية اللي بتشربها خلال اليوم، واوعى تكتر من شرب الكافيين اللي موجود في القهوة او في النسكافيه، لانه له دور في سبب الجفاف وفي حالة الصداع طبعا. وفي دي الحالة ديت كلنا يعني بنسبة 80% بيبقى عندنا الحالة دي. في الحالة دي انت لازم تتكلم مع الدكتور عشان يديك دواء بديل في الحال للتخفيف عن الصداع، ولان الصداع ده كذا نوع برضه. وفي حالة فقدان الشهية، في الحالة دي هتحاول تاكل وجبات خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية، وحاول تمشي قبل الأكل عشان الشعور بالجوع يجيلك وتاكل أكتر. حالة العصبية والتوتر، أول حاجة هتعملها لو أنت ما عادش عندك طاقة للاستشارة، يعني لو ما عندكش طاقة إنك تستشير أي دكتور أو أنت مكسوف إنك تروح تسأل دكتور أو تستشيره، هتمارس بعض أنواع الرياضة، لأن التمارين الرياضية بتخفف من القلق والعصبية. وكمان تحاول تتنفس بعمق لأن ده بيساعد على الاسترخاء والهدوء. وفي حالة وجود مشكلة في النوم هتحاول تبعد عن أي مشروب فيه كافيين زي القهوة، وإنك تتجنب ممارسة الرياضة في وقت متأخر، يعني من الأيام ما تروحش تمارس الرياضة الساعة 12 بالليل وأنت رايح تنام. يعني في آثار جانبية كتيرة للأدوية، يعني مش مقتصرة على آثار واحد، يعني أنا ذكرت الأهم منها بس ده كله يعتبر أمر شائع ويمكن التعامل معاه بكل سهولة. نيجي بقى للوقاية من الاكتئاب. أهمهم إنك تتواصل بقدر الإمكان مع الأهل والأصحاب، وإنك تحاول تقلل من استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والواتساب، وإنك تبعد عن أي علاقة سامة وتبعد عن أي شخص غير مريح في حياتك. يعني من الآخر كده نبعد عن الناس اللي بتسمم حياتنا، ونبعد عن السوشيال ميديا اللي دمرت حياتنا بالكامل، ونقرب من أهلنا شوية وأصحابنا شوية. ابعد عن أي تردد أو قلق في حياتك، وتعلم إنك أنت تحسم القرارات بتاعتك حسم كامل. ولو أنت مصاب بالفعل بالاكتئاب ما تفوتش الجلسات مع دكتورك النفسي لو أنت متابع مع دكتور معين. التزم بتواصلك الدايم مع أصحابك وأهلك، طبعا حاول تحدد الامور اللي بتزود اعراض الاكتئاب عندك وتكلم فيها مع طبيبك، يعني تحدد انت ايه اللي بيحصل لك من الاكتئاب. واهم حاجه انك تجنب اجهاد نفسك المستمر، والتزم انك تاكل اكل صحي وتمارس الرياضه بانتظام. نيجي لاخر حاجه وهي العلاجات البديله للاكتئاب، وبتتمثل في فيتامين دي والزعفران وعناصر اوميجا 3 اللي بيتوفر في اسماك السلمون والموز. دي عناصر علاج بديله متوفره في مصر في بعض النباتات والاعشاب، لكن مش متوفره بشكل كافي، وممكن ما تلاقيش اصلا. بس يعني ديت اللي هو اوميجا 3 والزعفران دي ممكن تلاقيهم عند العطار. طبعا الأعشاب موجودة في كل مكان لكن مش متوفرة بشكل كافي. بكده تكون ختمنا موضوعنا عن الاكتئاب. أتمنى تكون طلعتوا باستفادة من كلامي. استنوني في موضوع جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. وصلنا لآخر فقرة في الحلقة وهي فقرة الصوت الجميل. يلا بينا. حلقة النهارده خلصت، دي كانت آخر حلقة من ضمن الحلقات اللي اتحذفت من على القناة. طبعا أول فيديو اتصور على القناة من ضمن الفيديوهات اللي اتحذفت، بس مش هصوره تاني. ما تنساش تعمل لايك جميل كده للفيديو عشان الفيديو ما يتحذفش تاني، وتشترك في القناه وتقول لاصحابك عشان هم كمان يجوا يشتركوا في القناه وتدعمني. طبعا هسيب لكم لينك الفيسبوك تحت في الوصف ولينك مباشر للواتساب عشان لو عاوز تتواصل معايا. استنوني في حلقه جديده وموضوع جديد ان شاء الله هينزل يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين. سلام.